أعزائي المستمعين، صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي هتفتح فيه الفيديو، ونبدأ في الشرح على طول. أما على المقابر فليها طرز وليها طرق، تعالوا أحكي لكم عنها ونبدأ القصة من أولها. المقابر في وادي الملوك اتخذت طرق جديدة، فممكن نلاقي في عصر الأسرة 18 كانت المقابر ليها ممرات سفلية تحت الأرض شبه دائرية، زي كده شكل النص دايرة بيسجل عليها رحلة الشمس في العالم الآخر من لحظة غروب الشمس داخل المقبرة لحد مسيرها في العالم الآخر، ومعاها روح الملك المتوفى. وفي النهاية بترتد الشمس للأفق الشرقي، عشان كده بيخلوا شكلها نص دائري، زي في مقابر الملوك الأوائل للأسرة 18 اللي هو تحتمس الأول والثاني وأمنحتب الأول والثاني. المقابر بتاعتهم تميزت بأن ممراتها خالية من المناظر، والمناظر كانت بس في غرفة الدفن. نيجي بقى لشكل غرفة الدفن، كان أسطواني مثل خرطوش كده. وفي عصر الأسرة 18 أيام الملك أمنحتب الثالث غرفة الدفن أخذت شكل هندسي، يعني بدل ما كانت نص دايرة بقت زوايا قائمة في جوانب الغرفة، وبيسجل عليها مناظر دينية فنية زي مثلا نصوص كتاب الإيميلوات. وفي نهاية الأسرة 18 أصبح شكل غرفة الدفن زي الحلزون، متداخلة مع بعضها كده. وفي بداية الأسرة 19 تطور شكل المقبرة وأصبح خط مستقيم بيقطعوا صالة مستعرضة، بعد كده خط مستقيم تاني، بعد كده تطورت إلى أن أصبحت 2 خط مستقيم بيفصلهم صالة أعمدة صغيرة، وبعد كده تطورت بقت خط مستقيم بس. وفي عصر الدولة الحديثة تطور مدخل المقبرة وبقت تبدأ ببوابة كبيرة ليها باب من الحجر بيتبني بيت الملك بعد دفن جثة الملك المتوفى لإغلاق المقبرة تماما، عشان يقفلوا المقبرة تماما. بعد منه باب خشبي اللي بيدخلنا للمقبرة، زائد طبعا عدد من الممرات اللي كان بيوضع بها الأساس الجنزي للملك المتوفى. وكان بيكون في بعض المقابر النيش اللي كان بيوضع فيه الأدوات الموسيقية أو الطعام أو الشراب أو الأسلحة. عند غرفة الدفن بيوضع تمثال للإله هتحور نبت إمنتت على شكل البقرة، وده ليه؟ عشان هي الراعية للمتوفى واللي بتصعد بيه للسماء. غرفة الدفن بتتميز بأن بيكون قبلها في بئر طوله 20 متر، البئر ده خالي من المياه، واللي بيشكل مقبرة الإله سكر رب الموت والجنازة، واللي بيظهر على شكل إنسان برأس صقر وله أجنحة، وبيقبض على كل شيء يسبب الفناء والتحلل. وزي ما ذكرت النصوص المصرية القديمة إنه بيسكن في مغارة عمقها 28 متر. ونبدأ قصة الإله سكر من أول، ونبدأ معاه بشرح تكوين جسم الإنسان عشان نوصل للبئر بتاعه اللي معمول قبل غرفة الدفن. جسم الإنسان بيتكون من با وكا وغت وإيوف. الغت اللي هو الجسم، الإيوف اللي هو الجسد الفاني المتحلل. وعشان كده لما بتدخل جثة المتوفى المقبرة لغرفة الدفن وبمرورها وهي وبتمر على البئر ده قبل غرفة الدفن، الإله سكر بياخد كل الإيوف وبيضمها في كهفه قبل ذهاب الجثة للعالم الآخر. وعشان كده الإله ده بئره لازم تكون قبل المدخل الأخير لغرفة الدفن، فبيدخل الجسد الطاهر إلى غرفة الدفن فلا يفنى ولا يتحلل بتاتا. البئر ده بيكون عليه مناظر للإله سكر. بعد البئر بنلاقي صالة أعمدة بتحتوي على 4 أعمدة، ودول بيسموا بصالة مجمع الآلهة هول أوف إنيت. كل الآلهة المسجلة عليها هم آلهة الجنازة، زي الإله سكر، إله أوزوريس، أنوبيس، هتحور، نبت إمنتت، خنت إمنت يو. وطبعا كل ملك كان بيرسم الآلهة اللي بيتفائل بيها على جدران الأعمدة على أساس بداية الطريق للعالم الآخر. في بداية الأسرة 18 كان يجب أن تكون تربة المقبرة جيدة وما كانش فيه اهتمام باتجاه الدفن يمين أو شمال. أما في بداية الأسرة 19 بدأ تمثيل مسار الشمس على الأرض. حتى الأسرة 20 باب المقبرة كان يجب أن يمثل مشرق أو مغرب الشمس، على أساس دخول الشمس من باب المقبرة وخروجها من العالم الآخر، أو العكس، إنها لما بتخرج من باب المقبرة ومعاها روح الملك المتوفى.